طبعا في صدى في الصوت، ولهذا انا كنت استعمل السماعات علشان نسمع اكثر. اللي عنده سماعه لو يستخدمها بيكون افضل، لكن اللي برا بيسمع احسن من اللي جوا. بالنسبه للقضيه المركزيه اللي دائما نتكلم عنها، القضيه الفلسطينيه، يعني للاسف هذه جرى فيها التفريط مرحله بعد مرحله حتى وصلنا الى ما نحن عليه الان. اما تضييع وقت ان احنا بنوفق بين فتح وبين حماس، هذه في اقصى اليمين وهذه في اقصى اليسار، مختلفين من جميع النواحي حتى من الناحيه القبليه، لكن يجمعهم قاسم مشترك وهو فلسطين، شعب فلسطين، قضيه فلسطينيه، منظمه التحرير الفلسطينيه في النهايه. المجلس التشريعي الفلسطيني يجب يمثل الفلسطينيين في جميع انحاء العالم حتى يكون عنده قوه وعنده وزن، ويعرف العالم ان هذا يمثل شعب موجود ومشتت ومطرود من ارضه. لما تكلموا عن حدود 67، يعني هذه حقيقه شيء مذهل جدا جدا. وين القضيه اللي قبل 67؟ كنا نكذب على انفسنا ونكذب على العالم. الاف الشهداء سقطوا قبل 67، من اجل من؟ كيف تقولون ان فلسطين احتلت عام 67 وعودوا الى حدود 67؟ هي فلسطين الضفه الغربيه وقطاع غزه. زين، اذا كانت هكذا هذه ما احتلوها الاسرائيليين عام 48، تركوها لكم 20 سنه، لماذا ما عملتوا فيها دوله فلسطينيه؟ مش كان قطاع غزه مش كان تبع مصر؟ والضفه الغربيه مش كانت تبع الاردن؟ ما كانت بيدكم، 20 سنه تاركينها لكم اليهود من 48 الى 67. ليش ما عملتوا فيها دوله اذا كانت هذه هي فلسطين؟ هذا شيء عجاب، هذا شيء عجاب، هذا شيء غير معقول ابدا، غير منطقي. ما هذا؟ لا اله الا الله. عام 48 كل العرب قاتلوا، الآن ما تقدر تقاتل لا في العراق ولا في فلسطين، تعتبرها إرهابي وما تقدر تدفع ولا قرش. يعني لو قاتلوا الفلسطينيين الآن أعتقد العرب للأسف ممكن ما يتحملوش هذه المسؤولية. وهذا السبب اللي جعل التمرد أو الإرهاب ينتشر، لأن في عجز رسمي وفي قضية لابد من القتال من أجلها.